قطع يده المكسورة بفأس، وواصل مقاومة الاستعمار الفرنسي بيد واحدة. أطلق الباي سراحه من السجن لتهدئة أولاد عيار الثائرين في وجه الباي والمستعمر، ولكنه غيور على بلاده وقبيلته، فشجعهم على مخالفة أوامر الباي وتوصياته، وتزعم المقاومة ضد المستعمر. علي بن عمار العياري هو أحد أبطال المقاومة في تونس. معظم التونسيين لا يعرفون حتى اسمه. جندت فرنسا كل قواتها للإمساك به ولم تستطع. جعل جبال الشمال الغربي التونسي ملجأ له، وكبدهم خسائر جسيمة في وادي الزرقاء وعين طونقة وجبال الكاف ومكثر. لاحقوه في كل مكان، وتمكن من الهروب إلى التراب الليبي.